هذا المخزن يجيب ادويه، يزور الاكسباير، يعني هذا المنتج، هذا الدواء لشركه عالميه معروفه، شركه اسينو. الباتش نمبر الصحيح الحقيقي ينتهي في 2016، هو مزور من 2015 الى 2018، يعني ممدده لمده سنتين. وطبعا مثل ما تشوفون يعني الكاميرا دا تركز، التقييد دقيق جدا وحرفي، لكنه مع ذلك استطاعت فرق مكتب الفتش العام انه تلقى المخزن، وهذه كلها طبعا راح يتم مصادرتها واتلافها، وايضا اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المستاجر. هذا مو مدخل رسمي طبعا، هذا مخزن غير رسمي، يعني مثل ما شفتوا سرداب في داخل عماره. راح يتم محاسبه يعني صاحب اللي مأجر السرداب، وايضا محاسبه صاحب العماره، انه المفروض ما يأجر عمارته الا لمخزن رسمي باجازه من نقابه الصيادله. ايش تنصح الصيادله يعني على متابعه هذا او الدكتور؟ نعم الصيادله الحمد لله كل صيادلتنا عندهم خبره كافيه، يقدر يميز الباتش نمبر واسم الشركه، يعني هو عالميا معروفه شركات من تنتج دواء معين بباتش نمبر معروفه، فالاخوان الصيادله يدققون على تاريخ الصلاحيه، يدققون على اسم الشركه قبل لا يشترون من المفخر، ايضا يتاكدون من اجازه المفخر، يعني هذا غير مجاز. من يجي موزع الى صيدليته يقول له انطيني اجازه المفخر، انطيني اجازه الفحص، انطيني اجازه الاستيراد، يتاكد من هاي الامور قبل لا يدخل الادويه الى صيدليته.